نفسك تشتغل من البيت او تعملي مشروع معين، لكن حاسه انك تايهه ومش عارفه تبداي منين ولا ازاي؟ طب تعالي مع بعض نفكر انت ممكن تشتغلي ايه من البيت، وايه هي اهم المهارات اللي لازم تكون عندك علشان تبداي وتكملي للاخر، وازاي من الاول تحددي مجال شغلك وتسوقي لنفسك. فالمطلوب منك دلوقتي انك تركزي معايا كويس جدا وتجاوبي على كل سؤال هسألهولك. هدفي من الحلقة دي انك تخرجي منها عارفة طريق كويس جدا اللي هتمشي فيه، ويكون عندك رؤية واضحة وكاملة لنفسك، ودي حرفيا هتبقى اول خطوة في نجاحك. يلا بينا نبدأ. اول نقطة حابة اوضحها هو انه قليل جدا اللي شغال بشهادته. الاهتمامات والاتجاهات دايما بتتغير، حتى لو كانت كليات قمة. شيف سلمى على قناة فتافيت هي اصلا دكتورة سابت الطب وبقت شيف مشهورة. فانت لو حابة مجال تخصصك يبقى اشتغلي فيه، لكن تطوري من نفسك كويس جدا علشان تبقي مميزة عن غيرك. طب لو انت اصلا مش حباه، يبقى على طول من غير تردد تجربي مجال تاني، وده لان في ناس بتجبر نفسها ان